الحرب في زمانهم ما بقتش حرب سلاح، الحرب بقت حرب عقول. مين اللي هيقدر يسيطر على عقل التاني؟ دي الجملة اللي نطقت بيها شخصية الملك رمسيس الثاني، واللي ابتدى بيها إعلان الموسم الثالث من مسلسل الكرتون المصري يحيى وكنوز، عشان تيجي بعدها جملة محورية على لسان شخصية مجهولة، وهي بتقول: مطلوب منك تحبط أي محاولة تخلي الجيل ده يرتبط بماضيه وهويته مهما كان الثمن. ودي الجملة اللي بتوصف أفكار والمحاولات البائسة اللي بنشوفها حاليا لبعض الأيديولوجيات زي الأفروسنتريك وبعض الأجهزة في إن هي تفصل أجيال مصر الجديدة عن جدودهم، عشان بكل بساطة يتوهوا عن حقوقهم في أرضهم وارتباطهم بهويتهم وتراثهم اللي من أول يوم في حياة البشرية وهي مطمع لناس كتير جدا. عشان يجي مسلسل مغامرات يحيى وكنوز اللي بدأ معانا في رمضان 2022 وقدم لنا مغامرة جميلة كان أبطالها يحيى وأخته كنوز، اللي قدروا إن هم يسافروا عبر الزمن ويرجعوا لعصر أجدادنا ويشوفوا مظاهر الحضارة المصرية بنفسهم ويحكوا لنا عن أسرار كتير. عشان تيجي مغامرات يحيى وكنوز وتكمل العمل العظيم في موسم تاني في رمضان ل 2023. والمسلسل على مدار الموسمين اتكلم عن مواضيع محورية بيتم نشر أكاذيب كتير عليها في السوشيال ميديا، منها بناء الأهرامات، قصص الملوك، والشخصيات البارزة في تاريخ مصر زي الملك تحتمس الثالث، ابن مصر البار رمسيس الثاني، وغيرهم من الملوك. وانتهى الموسم الثاني بجملة مهمة اتقالت على لسان شخصية بتحاكي الملك رمسيس الثاني: المرة دي التاريخ اللي بيتسرق يا يحيى، في إشارة واضحة من صناع المسلسل لحالة السرقة والتزوير اللي بتتم اتجاه تاريخنا المصري حاليا. ومع انبهار الجمهور المصري بسلسلة يحيى وكنوز، ناس كتير سألت: هل يحيى وكنوز وليد الصدفة ولا نتيجة إبداع ممتد من زمان؟ وهل ده آخر مستوانا ولا في إيدينا إن احنا نقدم حاجة أعلى من كده؟ الحقيقة إن صناعة الكرتون في مصر مش أمر جديد ولا جه صدفة، بالعكس صناعة الكرتون المصري ليها تاريخ كبير هنحكيه مع بعض النهاردة. بيرجع تاريخ صناعة الكرتون في مصر سنة 1935 لما كتبت جريدة البورصة المصرية في صفحتها الأولى مقال بعنوان ميكي ماوس أصبح ليه أخ مصري. وهنا كان الإعلان عن شخصية مشمش أفندي. كان لشخصية مشمش أفندي سلسلة أفلام كرتونية اتكلمت عن هموم المصريين ساعتها، وتحملت مسؤولية نشر الوعي بين المصريين بشكل جديد. فناقشت بقى سلبيات اشتهر بيها الشارع المصري زي أزمة المرور، وكمان قادت شخصية مشمش أفندي حملة تبرع للدفاع الوطني في عام 1938 ضد الاحتلال الإنجليزي. ولكن بعد وقف إنتاج شخصية مشمش أفندي وانتهى للأبد، بقى في فراغ في الأعمال الفنية الكرتونية، واتبقى للأطفال الأعمال الإذاعية والتلفزيونية اللي ظهرت من الستينات للثمانينات زي ماما نجوى مع بقلز وبرنامج سينما الأطفال ووجي وطمطم وحواديت أبلة فضيلة وغيرهم من الأعمال الفنية اللي اتربى عليها أجيال كتيرة جدا لحد ما وصلنا لفترة التسعينات وأوائل الألفينات اللي شهدت حدثين مهمين. اولهم كان انتشار الانمي الياباني المدبلج بالعربي، كان من اشهرهم واللي محدش ما يعرفوش هو يوجي قامت صناعته على استخدام الهوية المصرية، جذب العمل الفني ده ملايين المشاهدات، بقى ليه محبين في العالم كله بمن فيهم المصريين. قامت عليه صناعة الالعاب بالملايين ساعتها، واللي مفيش بيت في وقتها ما كانش فيه كروت يوجي. تاني حدث كان عودة الاعمال الكرتونية المصرية من تاني، كان ابرزها في التسعينات هو كرتون بكار، واللي جيل التسعينات كله كبر عليه. والحقيقة كانت قصته أكبر وأعمق بكتير من إنه كرتون مصري بيرسخ انتمائي لمصر وحضارتها، وده لأن من بداية التسعينات كان في محاولات خارجية لضرب مصرية أهل النوبة وفصلهم عن أهل مصر تماما. والدولة المصرية وقتها خلت المخرجة العبقرية منى أبو النصر تبتكر شخصية كرتونية تعرف أطفال مصر بأهل النوبة، وساعتها أصروا على إن الكينج محمد منير يغني أغنية التتر اللي كلنا وقعنا في حبها، وخرجت لنا التحفة الفنية بكار الطفل النوبي اللي كلنا كنا بنستناه من السنة للسنة، واللي استمر من 1998 لحد سنة 2016، واللي كانت رسالته ذكية جدا وصلت لكل أطفال مصر إن قدوتهم ممكن تكون بكار واللي عايش في قرية في جنوب مصر. وفي الفترة دي ظهر أعمال كرتونية جديدة، في منها الكوميدي وفي منها المتنوع زي علاء والمصباح والمغامرون الخمسة، ومنها المهتم بالهوية المصرية والتاريخ المصري زي سنوحي اللي ساب أثر
جميل في نفوسنا وقتها، واللي كان بيحكي عن بطل المسلسل اللي بيحمل اسم سنوحي، الشخصية الشهيرة في أفضل أعمال الأدب المصري القديم. وبيخوض الطفل سنوحي عدد من المغامرات في مصر مع صحابه هم حابي وتيتي شيري. وفي وقتنا الحالي زي ما في يحيى وكنوز، كان في كمان نور وكتابه العجيب. ده غير كرتون الربابة المصري اللي بيتكلم عن الفلكلور الشعبي والتراث المصري وأهمية الحفاظ عليه. ده غير مسلسل كمان باسم المحمية اللي اتكلم عن الطبيعة في الدولة المصرية. والحقيقة الأعمال الكرتونية في الفترة الأخيرة بتبين في اتجاه قوي لنشر الوعي في تاريخ الدولة المصرية وهويتها بين الأطفال، في وقت بنعاني فيه من اضطراب عند بعض النشء في مفهوم الهوية الوطنية، غير حملات السرقة لتاريخنا وتراثنا وحضارتنا. برغم كل الجهود اللي تمت في ملف الكرتون المصري، إلا إننا محتاجين مضاعفة الأعمال الفنية الكرتونية، وما تكونش بس مقتصرة على شهر رمضان، لا كمان تتعرض طول السنة. نبدأ إن احنا نحاول ننشر التوعية السليمة بتاريخنا للخارج، ولتصدير صناعة فنية جديدة قادرة إن هي تخلق دخل اقتصادي كبير للدولة المصرية، زي اليابان اللي بقت حاليا بتمتلك قوة ناعمة وسلاح اقتصادي قوي بيتمثل في صناعة الأنمي اللي بينشر الثقافة اليابانية في كل مكان في العالم. كان بتحقق أرباح وصلت في سنة 2017 لأكتر من 19 مليار دولار. يعني احنا بنتكلم في أداة قوية لمواجهة التزوير التاريخي، وكمان أداة ربح قوية، واحنا في الأساس بنمتلك سلاح قوي وهو الحضارة المصرية اللي استخدمتها اليابان في صناعة الكرتون الشهير يوجيو زي ما ذكرنا في بداية الحلقة. وفي النهاية فرجوا أولادكم على يحيى وكنوز والربابة المصري وكل الكرتون المصري اللي قادر ان هو يرفع من مستوى وعيهم. شجعوا صناعة الكرتون المصري لان هو فيه مستقبل كبير على مستوى التوعية والاقتصاد كمان. وفي الاخر احكوا لنا عن ذكرياتكم مع الكرتون في التعليقات.